فيديو النهاردة عبارة عن فرح منار صاحبتي. الفترة اللي فاتت التجهيزات كانت عبارة عن فرش منار، كاتب كتاب منار، حنة منار، انما النهاردة اخيرا الفرح. فيلا بينا علشان نشوف تفاصيل اليوم سوا. وفي التجهيزات اللي زي دي تقريبا اليوم بيبدأ من بالليل عشان نشوف كل الحاجات اللي ناقصانا ونبدأ نجهز فيها. فرحنا استلمنا الفستان بتاع اول سيشن اللي العروسة بتلبسه وتصور مع اصحابها، وبعدين طلعنا على طول عشان منار تروح تعمل ضوافرها، وكانت طالعة يا جماعة خطيرة. ولما رحنا افتكرنا اللوحة اللي هنعمل بيها الترند. وبجد الكواليس اللي ورا الفيديوهات والتجهيزات دي بتبقى لذيذة موت. هحط لكم هنا كده على جنب الفيديو علشان تشوفوه. بجد يا جماعة كان طالع خطير. بصوا بصوا، تحفة. وبكده نكون خلصنا تجهيزات بالليل ونصحى بقى علشان نبدأ اليوم بتاعنا. صحينا 9، خدنا كل الحاجات بتاعتنا، حاولنا نفتكر كل حاجة علشان ما ننساش، واتحركنا على توليب. كانت منار واخدة أوضة هناك، كان فيها كل التجهيزات وكل السيشن، وكان بصراحة اختيار ياخد 1,000,000 من 10. وبكده نكون وصلنا للمكان ونزلنا كل حاجتنا علشان نروح للأوضة. بس طبعا بيبقى فيه شوية إجراءات كده قبل ما ندخل المكان. شفتوها بهدلة. احلى حاجه في اليوم ده الكوتشاي. الكوتشاي ايه. أول ما دخلنا الأوضة الحماس قتلني، طلعت كلمة برايد وجبنا اللون ده كان خطير بصراحة. وبعديها طلعت البلالين، جبنا لون أبيض ولون بينك علشان يبقى لايقين على بعض كده. وعامة الألوان الفاتحة في التزيين أو في أي حاجة بتدي مساحة للأوضة أو مساحة للمكان اللي احنا هنعمل فيه. ده كان أول حرف يتنفخ وحرفيا كنا هنموت من الانبساط. الحاجة بدأت تظهر كده قدامكم، بس ربنا يكفيكوا شر الكواليس. كمل بقى بقت المرة. مش بقول لكم الكواليس تحفة؟ والحقيقة أنا كنت فاكرة إن الموضوع أبسط من كده بكتير. كنت فاكرة إن كلمة برايد هتتنفخ والبلالين وهيتلزقوا في أمان الله، يعني كنت فاكرة الموضوع بسيط. لكن الحقيقة نص البلالين فرقعت ونص الحروف طقطقت، ومضطرين إن احنا نكمل اليوم. فاحنا زي الشاطرين كده هنروح نجيب بلالين تانية وهنكمل الحروف اللي طقطقت. وجبنا فطار عشان كنا لسه بنبتدي اليوم كده وبنقول بسم الله. رحنا لقينا الميك اب ارتست وصلت، ومنار كانت طالعه زي القمر زي ما انتوا شايفين كده، مش محتاجه كلام يعني. بصوا يا جماعه، والله انا من رايي تروحوا تعملوا حاجه تشربوها علشان نكمل باقي الفيديو مع بعض. وانا عامه انا هقوم اعمل شاي علشان اقعد اتفرج على التحفه الفنيه دي. بجد هي طالعه احلى. يعني لو قعدت اتخيل هي منار كانت ممكن تطلع عامله زي يوم فرحها، ما كنتش هتوقع ابدا ان هي تطلع يعني بالحلاوه دي. وبكده تكون منار خلصت ميك اب. وفي الحقيقه ان جمالها ما كانش باين لا في فيديو ولا في صوره، كانت اجمل في الحقيقه بجد بمراحل. قعدنا بقى نصور فيها، والصور كانت طالعه تحفه، وكانت هي في الحقيقه احلى، فاهمين؟ فبصوا بصوا بصوا انتوا الحلاوه، وشوفوا بنفسكم. اللهم بارك. لو فاكرين ان الاوضه اتزينت والبلالين والحروف اتعملوا تبقى غلطانين. ده احنا طلعنا 3 مرات عقبال ما الدنيا ظبطت معانا، وفي الاخر ما لحقتش الصوره الجماعيه مع كلمه برايد. بس عامه انا هعوض الصوره دي في اسبوع العيال. وطول ما انا في الاوضه جوايا صوت بيقول والليله هنعمل والليله، عشان كده كنت بتلاقوني بقعد اعمل الحركه بتاعتي دي.
وبدأنا نجهز نفسنا علشان نطلع نعمل السيشن. وعموما مهما كانت المناسبة ايه بحط رجوع كحل، بس المرة دي اتهورت وحطيت ماسكارا. تعالى حط له. يا بنتي هي عارفه الفندق. وده كان لون الاوتفيت بتاع السيشن اللي مع العروسة، وكان في جزء تاني لابس لون زيتي، وبلاش اقول لكم كنا بنقول على اللون ده ايه. والفوتوغرافر كان وصل ومنار بدأت تطلع علشان تتصور، وكانت احلى عروسة شفتها، ويومها كان خفيف ولذيذ قوي، وصورها وفيديوهاتها وكل حاجة حرفيا كانت طالعة بيرفكت. بعد ما منار خلصت التصوير دخلنا كلنا نتصور معاها وتعمل كام فيديو كده، وبعدها رحت علشان اكوي الدريس بتاعي. وعموما المكان اللي بيبقى متاح فيه اغلب الخدمات ده بيريح، علشان لو مفيش مكوى هناك كنت هتسوح جامد. السلام عليكم. لو سمحت كنت عايزه اكل ده. تمام. وسبت الدريس يتكوي وطلعنا بقى كلنا علشان نتصور ونعمل تيك توك مع العروسة. الجماعة معلش اتفرجوا بس على التحفة الفنية دي. اصلا منار طول ما هي ماشية كانت الطرحة بتعمل كان شكلها خطير. وبعديها كل اللي كان عنده فكرة للتيك توك او لفيديو نعمله كنا بنشوف يعني اقتراحات بعض، وبعديها عملنا تيك توك خطير هبقى انزله لكم. قولي كلمة لمنار. اختي بجد اكتر واحده بجد رحت اتعرفت عليها في الجامعه. قولي كلمة لمنار. منار دي احلى واجمل واحده عرفتها. قولي كلمة لمنار. يلا ما قلتليش عشان اجهز. قولي مش محتاجة تجهزي. الف مبروك يا منار، اجمل عروسه، هتوحشينا جدا ونتمنى ما تستناش بعد ما تتجوز انت أيوة. وعيش. حاجة لمنار. اقول ايه لمنار؟ يا دعاء. الحمد لله، يعني سجدة شكر لله ان احنا خلصنا منك، اقسم بالله. دعاء مش كده. هنياله هنياله واخد جوهره، يا رب ما يرجعها تاني. قولي حاجة لمنار. اجمل فرحه واجمل يوم. قولي حاجة لمنار. الف مبروك يا نوره، ان شاء الله يا بنت. كلنا كده خلصنا تصوير وقعدنا شوية ورجعنا الأوضة علشان نجهز بقى للفرح، وكلنا لبسنا الفساتين. وبعديها حسيت كده اللي هو اليوم عدى بسرعة كده ليه، مكنتش مصدقة اللي هو ايه ده، اليوم بيخلص بسرعة. بس عامة هي دي اللحظات الحلوة بتمشي بسرعة. هنا كنت بوريكم الدريس، واصلا كنت واقفة عكس الإضاءة بس. وبعديها بقى كلهم كانوا جهزوا، وما كانش في حد طلع وحش بجد، كان كل حاجة طالعة في اليوم ما شاء الله حلوة. وبكده كنا انا خلصت. هوريكم بقى الدريس. إن شفت خياله بياخدني جماله. اتنين ولا واحد ولا مية ولا ألف ولا هي ولا مليون. وده كان دوري، كان تاني دور ليا بعد الزغاريط. وبعدها اتحركنا على مكان تاني علشان منار تكمل تصوير. وبغض النظر عن المكان بس الصور طالعة خطيرة تحفة. انا ما كنتش متوقعة ان الصور ممكن تطلع بالحلاوة دي، على الرغم ان المكان ما كانش احسن حاجة. تضحكوا عليا على الناموس والله ما في اضاءة. وبكده نكون خلصنا تصوير بتاع اليوم كله، وبدأنا نتحرك على القاعة. وبكده نكون وصلنا للقاعة، ومنار هترقص أول رقصة سلو.
وفي العموم ماليش في الأغاني خالص ولا الرقص، بس كان لازم أكون مع منار في يوم جميل زي ده، واليوم كان خفيف فيا دوبك اتحركت شوية. وبكده اليوم يكون خلص. كان يوم جميل وخفيف ولذيذ قوي، ويا رب أيامك الجاية كلها تكون جميلة.